دا بنكمل عن موضوع الفويس اوفر. ازاي اقدر امتهن مهنة الفويس اوفر ولا لا؟ لازم الاول ان انا اعمل تدريبات صوتية مستمرة بحيث ان انا اوصل للاوثنتيك فويس بتاعي او الصوت الاصلي بتاعي. احنا كتير قوي بنتكلم طول اليوم باشكال مختلفة، لكن انا لما اجي امسك كتاب واقرا صفحة من الكتاب واسمع صوتي، هو ده المفروض يكون الاوثنتيك فويس بتاعي اللي انا هروج نفسي بيه او هسوق نفسي بيه. هو ده الصوت اللي انا بقرأ بيه النص بأداء معين، هو ده الاوثنتيك فويس بتاع المعلق الصوتي اللي عايز يبقى معلق صوتي محترف ويقدر يمتهن هذه المهنة عشان يتكسب منها. طيب ايه اللي هيخليني اوصل ان انا ابقى بهذه الطريقة؟ زي بالظبط زمان اللي عايز يكتب شعر كان بيتقال له ايه؟ اسمع شعر كتير. لما هتسمع كتير هتعرف تقول، لما هتسمع كتير هتفرق ما بين طرق الاداء المختلفه. يعني اكيد اللي بيقرا التقرير الاخباري اللي هو بيقول مثلا النشره الاقتصاديه في الاخبار مختلف عن اللي بيقرا النشره الجويه. الطريقه اللي بنقرا بيها النشره الاقتصاديه مختلفه عن النشره الجويه، مختلفه عن الاحداث السياسيه. لما اكون بكلم او بقدم فيلم وثائقي عن حياه الحيوانات غير لما اكون بقدم فيلم وثائقي عن عالم الفضاء، غير لما اكون بتكلم عن موضوع علمي، غير لما اكون بقدم محتوى للاطفال، حدوته للاطفال. في طرق اداء مختلفه المفروض ان انا اتدرب عليها بحيث ان انا الاقي المجال اللي انا هتميز فيه اكتر او اقدر ادي فيه اكتر. والله انت لو عندك موهبتك كبيره وواسعه ومتسعه وتقدر تدي في مجالات كتير فده هايل وجميل، لكن ممكن تكون موهبتك في حاجه معينه ومفروض ان انا اتخصص فيها واتعب نفسي فيها اكتر عشان ابرز فيها واتميز فيها اكتر عن غيري. يعني مثلا انا لغتي العربيه الفصحى مش قد كده، لكن انا اسلوبي لبق في التمثيل، بقدر اغير في صوتي، ممكن ادي عمر اقل او عمر اكبر او اقلد صوت حيوانات او اعمل حاجه مثلا زي عالم العرايس، اقدم مثلا عروسه اتكلم زي صوت عروسه مثلا في مسرح عرايس او حاجه زي كده. يبقى انا اتجه في هذا الاتجاه. كل حد له حاجه بتميزه اكتر من التاني. في الغالب مفيش حد بيقدر يدي في كل حاجه على طول الخط. طب لو انا الفصحى عندي بقى سليمه ومية مية، والنحو عندي انا كنت شاطر بقى في النحو في المدرسه وبتاع، واقدر اقرا نصوص منضبطه ومحكمه لغويا ومحكمه نحويا ومتضبطه وبالتشكيل، واقدر اقرا، لا يبقى انا اخش بقى على الوثائقيات اللي باللغه العربيه الفصحى، اخش على الكتب المسموعه، اخش على مجال من هذه المجالات. طيب انا صوتي جذاب ومريح للاذن وبيخطف الودن كده، ولو قلت مثلا مع اتصالات انت افضل، مع اتصالات انت اميرالد، مع اتصالات انت مفيش منك. انا مش بعمل اعلان الاتصالات بس، مثلا اقدر ان انا اقدم بقى اعلانات، انا تمام. طيب صوتي لا، ده انا صوتي فيه حته كده فورمال كده قويه جدا، وممكن ادي مثلا شعار قناه واقوله بطريقه جميله، يعني قنوات الجزيره الحاجات دي. يبقى انا اخش بقى ان انا اشتغل او اركز في هذا المجال. طيب الاول هعمل ايه؟ زي ما قلت لكم الفويس اوفر بحر كبير مليان سمك. انا لما اجي هركز على انه حته واحاول اطلع من نفسي. اول حاجه، انا اول سلاح عندي كمعلق صوتي هو صوتي، هو ده اللي لازم اشتغل عليه. فلازم ادور واعرف انا اعمل تمرينات تنفس، اعمل تمرينات صوتيه، اعمل تمرينات للسان، لو عندي لدغه، لو عندي بعض مخارج الالفاظ الغير سليمه اشتغل عليها، اصنفر صوتي بمعنى صح، اصنفره كده واظبطه واخليه في احسن حال علشان يطلع كل الامكانيات اللي عنده. لما يطلع كل الامكانيات اللي عنده انا كده ابقى وصلت للاوثنتيك فويس بتاعي، يعني الصوت بتاعي اللي انا اقدر اعتمد عليه في شغلي. تمام؟ زي بالظبط لما باجي امرن عضلاتي مثلا، انا هبقى بشيل اثقال مثلا، فبقعد امرن عضلات كتافي وايديا، نفس الحكايه. انا عايزه ابقى معلق صوتي، يبقى انا همرن نفس، هشتغل على النفس، هشتغل على الفك، تمرينات للفك، تمرينات للسان، تمرينات للصوت، ادور عليها بحيث ان انا صوتي اصنفره، عندي مخارج الفاظي تبقى سليمه، اقرا كتير، اسمع ناس بتقرا كتير، بحيث ان انا اوصل للصوت الاوثنتيك فويس بتاعي.